موضوع الفيديو النهاردة عن ازاي تتعلم من نيكوزفيج، سلسلة نيكوزفيج، وتستفاد منها أكبر قدر من الاستفادة الممكنة وتطلع منها بحصيلة كلمات كويسة جدا. يلا بينا نبدأ. تمام، طبعا احنا هنخش على موقع اسمه DW Learn German. الموقع ده موقع تابع للحكومة الألمانية. تمام، فهو موقع مفيد جدا. هتلاقي عليه عدة سلاسل. اول حاجه هتلاقي عندك A1 والA2 وهتلاقي عندك B1 والB2 والC1 والC2. فكل ده هتلاقيه موجود عندك. تمام، انت هتختار مستواك. فانا مثلا اخش على قائمه B1 والB2، هتلاقي عده سلاسل تقدر تستفاد من السلاسل اللي موجوده دي كلها. تمام، لو انت عامل الموقع باللغه العربيه هتلاقي عدد المصادر اقل شويه، ولكن مش بشكل مبالغ فيه، يعني اقل بحاجات بسيطه. فانا دلوقتي عامل الموقع على ايه؟ على الالماني. ممكن تعمله الماني او انجليزي الماني، هيكون افضل. لو هتستخدم سلسله نيكوزفيج بس فاعمله عربي الماني عادي. تمام، بعد كده هنخش على سلسله نيكوزفيج. انا هخش مثلا على نيكوزفيج B1. هنلاقي عندنا هنا عده مواضيع. تمام، انت هتمشي بالترتيب. فانا هخش مثلا على الموضوع الثاني واخش على اول موضوع فيه. تمام، ايه اول حاجه هعملها؟ اول حاجه هعملها دوس على اشتات. تمام، دوس على اشتات. دلوقتي ايه هيكون عندي؟ ايه هيسالني اسئله، ولكن قبل ما اخش على المرحله دي فانا هعمل حاجه معينه. اول حاجه هخش على الفيديو، افتحه، شغلت الفيديو. تمام، هسمع اول حاجه الفيديو مره بدون ترجمه. تمام، تعالى كده. اول حاجه هعمل الفيديو بدون ايه؟ بدون ترجمه. هقفل الترجمه تماما. بعد ما اقفل الترجمه تماما هسمع الفيديو مره بدون ترجمه. تمام، هنعتبر نفسنا كأننا سمعنا الفيديو بدون ترجمه. انا بشرح لك الخطوات بس. بعد ما سمعته مرة بدون ترجمة هتلاقي لسه برضو في حاجات مش فاهمة، هتسمعه مرة تانية برضو بدون ترجمة. ليه بنعمل كده؟ عشان نحاول نحسن الهوغن عندنا، نحسن مهارة الاستماع عندنا. تمام، لانك لو تتفرج على حاجة بالترجمة بتاعتها فانت كده فقدت الفائدة بتاعت الايه؟ الاستماع. لما سمعته مرتين بدون ترجمة انت هتشوف بقى لميت قد ايه او فهمت قد ايه من السياق. تمام، بعد كده تسمعه المرة ثالثة. المرة الثالثة دي بقى هتعملوا ايه؟ هتعملوا دويتش. هتلاقيه هنا بدأ ايه؟ بدأ يجيب لك الترجمة ألماني. تمام، طبعا مفيش ترجمة عربي عليه، هو ألماني. فكل الكلام اللي بيقولوه بالألماني هتلاقيه موجود. فكده سمعت الفيديو 3 مرات، مرتين بدون ترجمة ومرة ايه؟ بترجمة ألماني. بعد كده هتعمل ايه؟ هتخش على السكريبت بتاع الفيديو. تمام، انت سمعت الفيديو 3 مرات، هتخش بقى على السكريبت، هتقرأ السكريبت ده بصوت عالي. تمام، مثلا woher stammt Inges Familie. فانا هروح اتاكد بقى ايه مثلا من النطق بتاعي برضو معاهم. تعال. Ich glaube, dass sie aus ماشي، هنا مثلا بيقول ich glaube, dass sie aus Deutschland kommt. Deutschland kommt. تمام، هعمل مع ايه؟ في حاجات معينه هحاول ان انا اعمل اكرر وراه عشان احاول احسن الاوسشباغاخه بتاعتي. تمام، كل ما تسمع المان اكتر وتكرر اكتر الاوسشباغاخه هتبدا تتحسن معاك اكتر. تعال هنا مثلا قلت ايه؟ شتامن. تمام، دي من الحاجات الايه؟ انها هتبدا تقرا بصوت عالي عشان مثلا was glaubt ihr na wir möchte es versuchen. تمام، فهتحاول انت لما بتقرا بدون صوت هتحس ان الاوسشباغاخه بتاعتك 100. اول لما تبدا تقرا بصوت وتسمع تحس لا في مشكله هنا، في مشكله كذا. طيب ما اجرب اسمع واعيد. تمام، ده حاجه. تاني حاجه بالنسبه للسكريبت هتعمل بيه ايه؟ هتبدا تقراه كامل بصوت عالي. ومثلا انا في كلمه مثلا وقفت معايا. تمام، الكلمه دي اخدها على شات جي بي تي. يعني مثلا تعالى ندور على اي كلمه. تعالى هنا مثلا، هنا ايه؟ Der Flüchtling, die Flüchtlinge. فلوشتلينج. تمام، انا مثلا مش عارف معنى فلوشتلينج دي ايه. اروح واخدها كده، بيقول لي عدد من اللاجئين. ماشي، مفيش مشكله. هروح على طول اخش على شات جي بي تي. تخش على شات جي بي تي كده وتاخد الكلمه. تمام، وقول لي ايه؟ قول له اشرح لي الكلمه دي. اشرح لي.
كلمة أو اشرح لي بس ابعتها له. أنا عشان مستخدمه كتير فهو يفهمني. أنت ممكن اشرح لي الكلمة دي وحط لي جمل عليها أهو. مثلا اهو قال لي معناها ممكن يكون معناها اللاجئون او النازحون، وتستخدم للاشاره الى الاشخاص الذين يضطرون الى مغادره بلدهم بسبب الحرب، الاضطهاد والعنف والكوارث. امثله: فيلا فلوشتلينج زوخن شوتس ان اوروبا، كثير من اللاجئون يبحثون عن الحمايه في اوروبا. بعد كده تعمل ايه؟ مثلا انا خدت الكلمه دي تمام، اخد برضو ايه الترجمه بتاعتها كده كوبي وهحط الجمله دي على برنامج انكي. اتمنى تحمل برنامج انكي، هو تحط الجمله دي على خش على برنامج انكي وتحط ماشي. انا مثلا عامل حاجه اسمها دي في، فكل الكلمات وكل الجمل اللي مطلعها من موقع دي في ليرن جيرمان بحطها هنا تمام. فمثلا الكلمه دي اللي هي كلمه اللاجئين اعملها كده بشكل عريض عشان لما يجيبها لي دي بشكل عريض كده، لو انا عارف ان حاطط الجمله عشان الكلمه دي تمام. اسمها فلوشتلينج. ممكن الاوسشباغه بتاعتي لا مش احسن حاجه، فهروح ايه اسمعها تاني واعيدها تاني. هي الموضوع مش بيظبط معاك من اول مره في الايه في الحاجات دي تمام. وبعد كده اعمل ايه؟ هعمل سيف اهو صح كده، عملت سيف. ارجع تاني كده وخلاص كده حفظت الكلمه. بعد كده لما ارجع على برنامج انكي اكون مثلا جمعت خلال اليوم مثلا 15 كلمه ولا حاجه، هبقى اروح على اخر اليوم ربع ساعه كده اراجع كل الكلمات دي، وكل يوم بخش على برنامج انكي ربع ساعه اراجع كل الكلمات دي. فانا مثلا بعمل ايه كذا فايل في برنامج انكي، حاجه بحط عليه كلمات دي في ليرن جيرمان، حاجه بحط عليه كلمات نيتس فيك بفضل اكتبها بنفسي كده وبحط معاها امثله، او بحط الكلمه في ايه في جمله، وساعات بحط الكلمه منفرده كده لما بزهق. وبرده كتاب هوغن اون ديشبريشن وهكذا. فبجمع عدد من الكلمات، وفي نفس الوقت برنامج انكي بيساعدني ان انا اراجع هذه الكلمات في جمل، بحيث ان الكلمات دي تثبت معايا بشكل اسرع، فالحصيله اللغويه عندي تبقى اكتر. تمام. بعد ما بتخلص السكريبت وتكون متاكد انك فاهم كل كلمه فيه، لو في اي كلمه مش فاهمها بتروح تترجمها على شات جي بي تي وتخليه يحطها لك على جمله، وبعدين تروح تحطها على انكي. فانت خلصت السكريبت كامل، بتبدا بقى تحل على الحاجات دي تمام. بعد ما تحل وتختار مثلا ايه، انا مش فاضي دلوقتي فيعمل كويزن يلا فايتا، بوريك بس بتقعد ايه تسمع وتحل، تسمع وتحل، تسمع وتحل، تسمع وتحل، تسمع وتحل ماشي. مثلا هنا في ايه في كلام، فانا ببدا اقرا الكلام الموجود هنا، لو في حاجه واقفه معايا برضو ببدا اطلعها واعمل نفس النظام، ادخلها على شات جي بي تي اخليه يحطها لي في جمله تمام. وبعد ما يحطها لي في جمله كده الدنيا بتكون معايا ايه تمام. وبرضو في الاخر برجع اراجع على برنامج انكي تمام زي ما انت شايف. فدي افضل طريقه انك تذاكر بيها. ولكن برضو في اخر الاسئله هيجيب لك حاجات للاشبيغيشن، مثلا هيجيب لك سؤال كده، هتسمع السؤال ده وتكرر حاول تكرر نفس السؤال بنفس الاوسش بتاعها تمام. وبعد كده في الاجابه تحاول انت تجاوب الاول بنفسك، وبعد كده تسمع الاجابه وتستغله في موضوع الاشبيغيشن تمام. فدي بالنسبه لي كانت افضل طريقه ان انا بستغل سلسله نيجوس فيج فيها، بالاخص موضوع ان انا بطلع منه كلمات كتير جدا. يعني تقريبا مع الكلمات اللي بطلعها مع الحاجات اللي بحلها ممكن بخش مثلا في 15 كلمه يوميا ولا حاجه. فالموضوع ده بيكون مفيد طبعا مع المراجعه. لو رميت المراجعه فكل الكلمات اللي انت بتحصلها دي هتلاقي نفسك نسيتها ومش عارف تستخدمها. لازم الكلمه تتكرر عليك عدد من المرات عشان تعرف تستخدمها كويس. في ناس بتقول ان الكلمه تتعرض عليك مثلا 16 مره ولا حاجه عقبال ما تثبت وتبقى خلاص لو انت بتقولها من غير ما تفكر فيها تمام. بس كده معانا. بالنسبه بقى ايه ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو عن ازاي تحسن مهاره الاشبيغيشن اللي هو تكون فليسند وانت بتتكلم شويه تمام. بالنسبه للاوسشباغه فانا مش حاسس ان الاوسشباغه عندي احسن حاجه عشان اقدر افيدكم في الموضوع ده، ولكن هي اكتر حاجه بتنفع في الموضوع ده فكره الشادوينج، ان انا بحاول اكرر ورا الالمان لغايه لما الدنيا تظبط معايا تمام. اتمنى الفيديو يكون فاتكم وعرفتوا ازاي تستخدموا دي في ليرن جيرمان. لو عايزين فيديوهات عن مواضيع تانية قولوا لنا، وان شاء الله بخطط ان انا اعمل فيديو عن ازاي تستفيد من كتاب هوغن اون ديشبريشن باستفاده كبيره جدا، وتطلع منه حصيله كلمات كويسه وتحسن مهاره الهوغن عندك بشكل فعال تمام.
متنساش تشترك في القناة وتقول لنا رأيك، ولو عوزت فيديو في موضوع معين تكتب لنا في الكومنتات.